الشباب او سن الادراك، وهذا هو هذه الفتره الخطيره في البروسيس التكويني لهؤلاء اللاعبين. وهذا ما قاله سواء سعيد شيبه او مدرب المنتخب المغربي وكذلك رزقي رمان مدرب المنتخب الجزائري في الندوه الصحفيه، انه يجب علينا ان نؤازر هؤلاء اللاعبين، ولا يجب ان يكون هناك ضغط نتائج عليهم، ولكن تكون مسانده للوصول الى هؤلاء اللاعبين الذين قدموا الكثير والكثير اعطونا نظره انه هناك امكانيات كبيره لدى هؤلاء اللاعبين، يجب أن نرافقهم لكي يصلوا إلى أعلى المستويات، سواء على مستوى الأندية أو مستوى الانتخابات أو مستوى المنتخبات. نعم كابتن ربيع، أنا وياك متفقين دور المجموعات كان يلعب بطريقة معينة أو تكتيك معين كابتن سعيد الشيبة، ومن ثم دور الربع نهائي قدم مستوى ولا أروع أمام المنتخب المصري وأقصاه، وكمل طريق على نفس الطريقة. يعني لو عدنا السيناريو مباراة الربع نهائي والنصف نهائي مصر واليمن سيناريو مشابه، هل يتكرر السيناريو اليوم في المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري من وجهة نظرك؟ ممكن يعني كما ذكرت ممكن نعرج عليه بعجالة ضد المنتخب المصري. لعب تقريبا ب3-4-3 معناته